احب اقول لك انت ممكن تكون سمعت كتير مصطلح الاستمرارية الفترة دي، بس الأهمية الاستمرارية في اسلوب حياتنا فانت محتاج تسمعه تاني. ومش بس كده، ده انت ما تكتفيش بالفيديو ده. بعد ما تخلص الفيديو ده اعمل سيرش واعرف عنه اكتر، علشان هتعرف ان انت قد ايه محتاجه في حياتك. طب هتقول ايه جديد؟ ما احنا اتفرجنا على كذا حد قبلك بيتكلم في نفس الموضوع. ممكن اللي هقوله ما يكونش جديد عليك، بس جديد على حد غيرك. وانا كده كده هقوله بطريقتي اللي ممكن تكون افيد واسرع وتتلقاها بشكل احسن. فلو انت ما اتفرجتش، اتفرج، هتطلع في الاخر بمعلومة. وبس كده، نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما سمعت في اول الفيديو، هنتكلم في الفيديو ده عن الاستمرارية. الاستمرارية او الالتزام. ممكن اكون حطيت مصطلح تاني جنب كلمة الالتزام، بس هما الاتنين شبه وجهين لعملة واحدة. ولسيرة العملة، تعال معايا، انت حددت هدف وعاوز توصله، فأكيد من أهم الخطوات اللي هتوصلك للهدف ده هي الالتزام والاستمرارية. استحالة توصل للهدف اللي انت محدده بدون الاستمرارية. تعالى كده نتخيل الشاب الجيماوي اللي جواك وهو بيطلع لي كل موسم يقول انا عاوز اروح الجيم وعاوز اعمل فورمة. بس انا مش عايز اكون قاسي في الحكم بتاعي، بس لا شك، لا شك ان معظمنا لما بيروح ما بيكملش اسبوع. بس اللي بيكمل شهر بيبقى جامد، واللي بيكمل 3 شهور بيبقى بطل الابطال. طب ايه اللي انا عاوز استفاد منه في المثال ده؟ هقولك، شوف كم مرة قررت تروح الجيم وحددت الهدف اللي هي الفورمة، ورحت ودفعت الاشتراك والتزمت بجدولك الاسبوعي، وكمان تميت الشهر. بس مع الوقت هتلاقي نفسك بتقع يوم، في التاني، في التالت، ما بروحش بقالي اسبوع. بس النتيجة في الاخر بتكون ايه؟ ما وصلتش للهدف اللي انا عاوزه. بالظبط زي اكنك عاوز توصل لاخر الطريق، وكل خطوة بتدوس فرامل، ساعات بتكون الفرامل اضعاف الخطوات اللي احنا بنخطيها. وقيس ده على اي حاجة في حياتك. حقيقي انت ممكن تحقق الهدف اللي انت عاوز توصله بانك تقسمه، لانك كل لما توصل لجزء معين من اللي انت حددته تحس بنشوة الانجاز. وليكن احنا زي ما احنا محددين الفورم عادي، وكل شهر بنتم ان احنا التزمنا بالشهر، فشهر وشهر وشهر بإذن الله توصل للهدف اللي انت محدده. مش بس مهم ان انت تعرف الاستمرارية زي ما وضحنا في المثال اللي فات، لكن مهم جدا انك تقرر انك تلتزم بشيء انت محدده وعاوز توصله وتستمر عليه. فايه الحل؟ اولا، وما ادراك باهمية اولا، تقلل المشتتات. بقينا عايشين في عالم مهووس بالشتات، وبقينا منغمسين في كل حاجة حوالينا لدرجة ان احنا ما بقيناش نحس بالصفاء الذهني. وبالتالي احنا محتاجين نقلل المشتتات جدا، ونحس ان احنا بناخد نفسنا. فمن الواجب ان احنا نقلل المشتتات، اللي من اكبر مصدر قريب لينا هو التليفون. حاول جدا انك تقلل استخدامك ليه، او بمعنى اصح استخدامه ليك، علشان هو اكبر مصدر للشتات. وحاول تاخد نظرة اعمق للمحيط اللي حواليك، وهتلاقي ان معظمنا وانا منكم بقينا شبه الزومبي اللي هو ماشيين عاملين كده. فاقفل الاشعارات واحذف الابليكيشن اللي بتضيع وقتك، واللي من اهمهم عم الفيسبوك، فقلل استخدامك للتليفون. 2، زي ما قلنا في فيديو الوقت، حدد اهدافك. ودي تاني مرة اقرر ان انت محتاج تتفرج عليه علشان انت فايتك كتير، فحاول ترجع تتفرج عليه علشان تستفيد. هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات. خلاص قللنا المشتتات وحددنا الهدف المراد تحقيقه. الخطوة رقم 3، انك تقسم خطوات الوصول للهدف. لان لو عوزنا ناكل بطيخة مش هناكلها كلها مرة واحدة، احنا محتاجين نقطعها حتت صغيرة وناكلها قطعة 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 لحد ما نبات في الحمام. آسف على الإفيه السخيف. المهم نرجع للمثل. علشان تاكل البطيخة كلها فانت محتاج ان انت تقطعها قطع صغيرة علشان
في الآخر تبقى كلت جزء كبير منها، ولو قدرت توصل للهدف انك تحقق بقى اللي هو خلاص كلت انت يا عم عايز تاكل بطيخة كبيرة ليه يا عم؟ اوصل للهدف، اوصل للهدف. المهم، قسمنا الهدف اللي احنا عاوزين نوصل له. الخطوة رقم 4، محتاجين نثبت جرعة يومية من الخطوات دي علشان توصل للهدف بتاعك. بس انا مش عاوز اقول خلي كل يوم ليك في وقت مخصص الجرعة اللي احنا قلنا عليها، علشان ساعات بننسى اننا نلتزم بالجرعة نفسها، وبنقول لما الوقت بيخرج بره ارادتنا خلاص مش هنعمل بقى الخطوة. فلا، اللي عاوز يلتزم هيلتزم بالخطوة دي في الوقت اللي هو حدده او في اي وقت من اليوم. المهم ما يعديش اليوم قبل ما تم المهام اللي انا ثبتها. وبكده يكون الفيديو خلص. للي وصل لنهاية الفيديو حقيقي أنا مبسوط بيك، لأن عارف مدى تقل الكلام دوت على النفس، وخصوصا في الفترة اللي احنا عايشينها دي. فلو وصلت لآخر الفيديو هقول لك كل اللي أنا قلته في الفيديو بشكل سريع، وهو ال4 خطوات اللي احنا قلناهم: 1. قلل المشتتات. 2. حدد الهدف. 3. إنك تقسم الهدف اللي انت حددته. 4. إنك تثبت جرعة يومية أو مهام يومية للهدف اللي انت حددته. وأخيرا وليس آخرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.